اول نقطه حته التوقعات احنا عندنا كبني ادمين مشكله ان احنا ساعات بنقع في فخ افتراض اللفظي ان انا في علاقه، فالعلاقه دي شيء متجمد، ان هو شيء انا مسكته في ايدي كده، هو بقى معايا في جيبي. يعني ايه؟ يعني لو هو بيهتم بيا او هي بتهتم بيا لفتره ما، وانه انا مبسوط وان احنا الدنيا كويسه، يبقى انا بعمل ايه؟ بتوقع انه ده هيفضل موجود مدى الحياه علشان احنا في فتره كويسين مع بعض. فاحنا بنبتدي ان احنا نبني بناء على فتره من فترات الكويسه في بدايه العلاقه، ونبتدي نحط عليها معاني ان هي او توقعات ان هي هتفضل موجوده مدى الحياه في شكل الرعايه، شكل الاهتمام، شكل التفهم وهكذا. فببتدي ان انا في فتره العلاقه لما بتحصل انه ما بلاقيش توقعاتي بتحصل، بتبقى في مشكله. مظبوط. بتبقى في انه هنا في اكنه في غضب او حزن نتيجه ان التوقعات دي مش متحققه، فتبتدي يبقى فيه اللي هو الخناقات ما بين الطرفين. ده كله مبني على ايه؟ مبني على افتراض انه اللي موجود في العلاقه من بدايتها او اللي عاجبني في العلاقه يفضل مكمل معايا، لان احنا متفقين ان احنا في علاقه، يبقى بالطبيعي ان انت ما دام بتقدم تفضل تقدم، ما دام عودتني على حاجه تفضل مكمل عليها. فاحنا هنا نتجاهل ايه؟ نتجاهل ان الانسان ده انسان متغير، مفيش انسان ثابت، الظروف الحياتيه متغيره، فبالتالي البني ادم بيتاثر بالظروف اللي هو فيها. لو هو في فتره مزنوق ماديا، لو هو في فتره عنده ضغوطات ان هو في مرحله من مرحله الدراسه او مرحله من مرحله الشغل اللي بتاثر عليه في ان هو مضغوط، فده الضغط دوت هياثر على ادائه في العلاقه او ادائه في علاقاته بالناس كلها عامه. فبالتالي تغير البني ادم وتغير الظروف اللي البني ادم فيها بتاثر على اداء الشخص في العلاقه نفسها. فعشان كده احنا لما كنا بنقول ان العلاقه مبنيه على التواصل، والتواصل ده على حسب الوقت، فالتواصل ده مش ان هو انا رميت كارت على الترابيزه هيفضل موجود على الترابيزه، لا، ده عامل زي الطاقه المتجدده باستمرار. فنوع العلاقه ممكن يتغير، ممكن بدايه العلاقه يكون حلو نتيجه ان التواصل اللي ما بيننا حلو، وبعد كده شويه يكون يتعكر نتيجه انه التواصل اللي ما بيننا متعكر. طب ايه اللي عكر التواصل اللي ما بيننا؟ ممكن يكون مش مشكله ما بيننا، انما ممكن يكون انه شخص طرف من الطرفين ابتدى ان هو يتغير فكريا، يتغير نتيجه ظروف في حياته، يتغير نتيجه مرض، يتغير نتيجه ضغوطات خارجيه او داخليه ايا كان، فابتدي يغير نوع التواصل ما بينه وما بين الطرف الثاني، والطرف الثاني يبتدي يرد على طريقه التغيير ده، فبتبتدي هنا المشاكل تحصل.